كم مرة ابنك أو بنتك خد مضاد حيوي كان في بكتيريا شريرة خلاص وادينا مضاد حيوي قتل البكتيريا دي وكمان قتل البكتيريا النافعة. طب البكتيريا النافعة دي ذنبها إيه؟ البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك أو الخمائر الحيوية هل ليها وظيفة؟ هل ليها فايدة؟ يلا بينا نسأل دكتور محمد فاروق استشاري الجهاز الهضمي للأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. البكتيريا الصديقة، البكتيريا النافعة، البكتيريا العلاجية، البكتيريا أو البروبيوتيك أو الخمائر العلاجية، دي طبعا أنواع من البكتيريا يتم تعريفها علميا ان احنا لو اديناها بجرعات كافيه، جرعات من البكتيريا الحيه اذا اعطيت للشخص بكميه كافيه وجرعات مناسبه تؤدي الى فوائد صحيه معينه للشخص المتلقي للبكتيريا دي. ده معناه ايه؟ ان انا ممكن في امراض معينه اعالج البكتيريا بدل ما اعالج بالمضاد الحيوي اللي هو بيقتل البكتيريا الصديقه في الجسم ويؤدي الى اضرار مناعيه كبيره الا في حالات الاضطرار. وبالتالي انا بدي البكتيريا على انها مضاد للمضاد الحيوي وتعالج الفيروسات، وطبعا المضاد الحيوي ما يعالجش الفيروسات، تؤدي الى فوائد صحيه تحافظ على المكون البكتيري الصديق للشخص. البكتيريا العلاجيه بتستخدم في الطب في حاجات كتير جدا، طبعا على راسها الجهاز الهضمي، التهابات الجهاز البولي التناسلي، في بعض المركبات الجلديه بتستخدم في الشعر مؤخرا، بتستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي، ولدينا منتجات كثيره جدا جدا. هل ينفع اروح واجيب من نفسي واشتري بروبيوتيك او بكتيريا نافعه لوحدي؟ الحقيقه لا ينصح بده. بعض الحاجات قد يكون لها اثار جانبيه، بعض الحاجات ممكن يكون لها توصيفات في امراض معينه بجرعه مناسبه، فلا بد ان الطبيب هو اللي يقرر النوع الانسب ليا ايه واللي انا محتاجه، علما بان الشخص الطبيعي لا يحتاج الى بكتيريا علاجيه. لكن احنا بنتلقى البكتيريا العلاجيه دي في حاجات كتير جدا زي العيش وزي الزبادي، لان العيش قائم على التخمير والزبادي قائمه على تخمير اللبن، وده بناخده في حياتنا اليوميه، وده بيرسخ فكره الامان الكامل والفاعليه للبكتيريا الصديقه.